اللهم اعصمني من الماء. وش رايك بالدعوة؟ هذه الدعوة شخص من الأصدقاء في وقت عطش والمويه قدامه ونجهز حالنا للفطور، فجأة طاحت عينه على المويه ونسى الخشوع اللي كان فيه وقال اللهم اعصمني من الماء. كثير من الناس ما شاء الله ما ينسون الدعاء لفضل الدعاء في رمضان، لكن بعضهم مجرد يتلفظ بلسانه وقلبه مشغول وغافل ويغفل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. وعلشان يكون دعائك مقبول بإذن الله احرص على الإخلاص في دعائك واليقين بقبول الدعاء والخوف والرجاء في الدعاء والكسب الحلال، فما تأكل أموال الناس والعمالة، والدعاء بالخير وعدم الاستعجال. وتذكر أن المعاصي والغفلة أسباب لعدم استجابة الدعاء، واستغل الأوقات الفاضلة مثل وقت الفطور والثلث الأخير وانت قائم تصلي، ولا تنسى توصي من تشوف فيه الخير أن يدعي. لا تستعجل الإجابة من الله في دعائك ولا تقنط، فالدعاء إما يستجاب لك في وقته، وإما يكتب لك حسنات هذا الدعاء ويدخرها الله لك في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء بقدر ما دعوت الله عز وجل. بالعشر نهفو كلنا بتلاهف للخير، هل بليلة عصماء هلت لنا في قدرها ومقامها وجمالها وجلالها المترائي، جبريل ينزل والملائك حوله فيها بأمر مبرم بقضاء، فيها سلام للعباد ورحمة بهداية وكرامة وصفاء. كلنا قصرنا في العشرين اللي مضت من رمضان ومقبلين على أفضل ليالي السنة، وابشر بالخير ففيها ليلة خير من 1000 شهر. استغلالها يسير وسهل، أخلص نيتك لله وأشغل ليلك بالقرآن والذكر والصلاة، ولا تضيعها في شيء ما ينفعك، واحرص على الاعتكاف إن استطعت، وأكثر من الدعاء، وخاصة قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الله يجعلنا وإياكم ممن يوفق لقيام ليلة القدر، والله يجعلكم من عتقائه من النار. ولا تنسون تنشرون هذه الحلقة، لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن، وتعظم المولى القدير وتعبد المنان، وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان.